لقيت فيديو، والصورة اللي قدامكم ديت كانت في حي الراجل العجوز اللي انتم شايفينه ده هو سوري. بيقولوا له انت فين، المكان ده فين؟ قال لهم في حي السوريين بالعبور. يعني السوري هو حضرته سمى الحي باسم السوريين خلاص. يعني حتى لو واحد مصري قال عليه حي السوريين نقول لانه مستغرب ان في مليان ناس غير مصريين وناس سوريين يعني. لكن هو خلاص سماها، هو ده استيلاء يعني على البلد خلاص. ما بلدهم اتحررت خلاص، وقاعد بيحتفلوا ان الجولاني موجود وما اعرفش ايه. طب انت فرشينهم في الارض. يعني شايفين الفرشه اللي في الارض دي، لو واحد مصري فارش الفرشه السوداء دي هيمشوه ولا هتيجي البلديه تشيله ولا لا؟ وبعدين ايه المناسبه يعني ان هو يقول حي السوريين في المكان دوت وفرحان قوي؟ واحنا فين من الكلام ده يعني؟ وايه ايه الانتشار ده كله ليه يعني؟ واحنا بنعمل المدن الجديده دي عشان هم ياخدوها؟ المدن الجديده دي مش بفلوسنا، بفلوس المصريين اللي مش لاقيين لا يسكنوا ولا يتعلموا ولا اي حاجه. ولا احنا فقراء قوي بالنسبه للمصريين، لكن هم عادي يجي يستولوا على منطقه بحالها، العبور والبتاع. يعني احنا بنعمل مدن جديده للناس دي بقى؟ طب ما يروحوا بلدهم، ما بلدهم الحمد لله احتفلوا جميله اهو. وقعد يقول لك احنا فرحنا فرحه كبيره قوي عشان الجولاني جه. طب ما انت فرحان عندنا بس، والبلا عندنا احنا بس؟ ايه ده اللي احنا فيه ده؟